السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ وحشتيني جدا جدا جدا. اهلا بكم في قناة افلام في البيت. النهارده كده كان لسه كده يعني كان يوم الخميس. تمام يا بنات، انا كده طمنت على الشقة كلها، وكان الصراحة عندي حكة في المطبخ كبيرة ومعركة كبيرة جدا في المطبخ. فاطمنت على اوضة النوم واوضة مالك، واطمنت على الصالة، واطمنت على الصالون، والصراحة كده سربت الواد مالك كده عند جده علي علشان اعرف اشتغل في الغدا وغسيل الفراخ بقى والجولة في المطبخ بتاعتنا وتنظيف الادراج والحاجات الحلوة اللي انت هتشوفها النهاردة. تمام احلى بنات، ما تنسوش بقى بالدعم في القناة واللايك والاشتراك الجميل منكم. واهلا بكم يا حلوياتي في افلام في البيت. وكل صاحبة وام وصديقة انت على راسي من فوق كده، وكومنتك الجميل انا الصراحة انا بحبكم كلكم. تمام يا احلى بنات، حتى برضو اطمنت كده على الحمام، وساعتها ما عنديش غسيل الحمد لله. فدخلت على المطبخ، ادي المطبخ نضيف وزي الفل. على اي واحده يعني حابه تعلق ولا اي حاجه، المطبخ نضيف وزي الفل، ومخلصه مواعيني ومشطبه المطبخ، ويلا بقى نبتدي ونفتح المطبخ من اول وجديد. انا مطلعه الفراخ في الحوض علشان يعني تفك وكده، ومجهزه السمنه ومجهزه البصل ومجهزه كل حاجه عندي. بصوا يا بنات، انا حابه اكلمكم كده على حاجه بسيطه. انا كان فتره حملي كانت صعبه قوي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام يا بنات، فكانت فعلا صعبة للغاية، مش صعبة وخلاص. يعني كان كل شهر مفروض ان انا اخد مثلا كليكسان كل اسبوع، وكل شهر اروح عند الدكتورة مثلا تقول لي ممنوع الحركة وكده. فطبعا يعني شغل الراجل غير شغل الست تماما. فكان ابو ملك عندي يضطر يقف في المطبخ، يستخدم مثلا حل الجرانيت، يستخدم طاسة جرانيت، يستخدم طاسة ألمونيا. ولما برضو ولدت وكده، فالصراحة أبو مالك ساعدني كتير، ربنا يبارك فيه. فبوظ لي الحاجات. تمام. فأنا فأنا يبقى نويت. تمام. حاجتي يعتبر طاسة الجرانيت وحلتين الصغيرين بتاع الجرانيت وطاسة ألمونيوم يعتبر شبه بوظوا. تمام. او من الاستخدام الغلط بتاع ابو مالك. طبعا مش هقدر اتكلم او هقدر اقول اي حاجه، لان كتر خيره انه كان واقف بيساعدني وبياكلني وبيشربني، وكان شايف شغل بيته يعني. اللهم بارك فيه. فبس فاي حد عنده وصفات او عنده مثلا يعني منظفات جامده او منظفات قويه للحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي، تمام، ياريت تقولوا لي. بس كده يا بنات، انا عملت تتبيله الفراخ. تمام. واللهم صل على محمد. طبعا تتبيله الفراخ البصل والطماطم والفلفل والسبع بهارات والبابريكا والزيت والملح والكمون. بس هو كده. بعد كده رحت دخلتها من الفرن، حتى انا ما تبلتهاش وحطيتها في التلاجة، انا كنت مستعجله قوي وكنت صاحي متاخره. تمام. وكان ابو مالك عندي بيخلص شغل الساعه 4:30. بصوا كان جعان ساعتها وكانت الدنيا فعلا كنت كلها فوق دماغي. فانا حاولت ان انا انجز بسرعه كده، عملت الرز بسرعه، حطيت الشعريه على سمنه على زيت. انا دايما بحب اعمل الرز بتاعي كده. فيا رب يبقى كنت فهمتوني. حتى براد الشاي طبعا برضو اتحرق، حرقه لي من تحت. فانا اكيد مش هضغط عليه واقول له لا استخدم الحاجات صح. طب خلص لما انت بوظت الحاجات هات لي حاجات بديله. فانا طبعا لازم اراعي الظروف. واللي مشجعني على رايي يكتب لي تحت في الكومنتات. تمام. واللي عنده اي وصفه زي ما انا قلت لكم او اي منظف قوي للحاجات دي برضو يكتب لي تحت في الكومنتات يا بنات اسمهم يعني وكده. تمام. انا كانت كده التوابل عندي خلصت، السبع بهارات والكمون والفلفل الاسمر، رحت عبيت كده بسرعه علشان اعرف اشتغل في الاكل. طبعا جايه افتح الفريزر بتاعي، لقيت اخر كيس انا كنت باخده للفراخ. فطبعا انا كل كيس انا بحطه في التلاجة يبقى فيه منابين على قد الغدا ما بيني وبين ابو مالك، ومالك معايا بياكل من نصيبي من نصيب ابو مالك وكده. فبس فرحت طلبت طلبية فراخ كده، جبت فرختين. انا دايما متعودة ان انا اشيل الكبد والقوانص والرجلين، ما انا وابو مالك ما بناكلهمش فبطلعهم لله. فبس هنا كده كنت بحط التوابل على الرز يعني وكده، كنت بحط فلفل اسمر وملح وكمون وورق لوري. تمام. عارفين يا بنات، انا كنت زمان منزله لكم الفيديو من ساعه، بس انا فضلت اعيد الفيديو لقيت مالك صوته وكان قبل ما ينام يعني، وكنت مشغله له قناه وناسه. فكل ده كان ظاهر معايا في الصوت وانا مش واخده بالي. تمام. مع اني كنت قاعده بعيد، بس رحت قلت لي افنان انا مينفعش ان انا اعرف كده المشاهدين معايا. فرحت مسحت الصوت وبسجل لكم الصوت من اول وجديد. تمام يا بنات. طبعا زي ما انتوا كلكم عارفين ان احنا ازاي بنسقي الرز فوق الرز او فوق تحمية الرز بعقلة نسقيها نحط فيها مية. طبعا كده جبت المكنسة معايا وشفطت كل حاجة كانت في الدرج، وجبت كده
الاسبونجة ودعكت الدرج كويس قوي من بره وجوه، وجبت فوطه نضيفه وقلت بنتي يا افنان حط المعالق هنا وننظم المعالق هنا علشان التوابل لما تيجي تتحط جنب يا جماعه البوتاجاز او اي جنب سخونه بتطلع صوص. تمام، سوس مش الصوص سوس اللي هو حشرة السوسة يعني. تمام يا بنات، كده كانت جولة سريعة في المطبخ. كنت بقول لكم على كل حاجة الحمد لله منظمة. انا قافلة بالمنظر ده علشان مالك بيفتح عندي وممكن يستخدم مثلا ايه قطعت بطاطس مش عارفة مبشرة ممكن يستعور. فدي كان الادوات الكهربائية بتاعتي، ودي الحلل بتاعتي برضو منظمة منسقة بعيني انا. تمام، معرفش بقى بعينكم عاملة ازاي الصراحة، يعني ربنا برضو يحلي بيتي في عينكم، اللهم امين. وده كان كيس شعرية كده قلت اشيله واحطه في البوفيه وبس كده. كانت الدنيا عندي رايقة وهادية، وكان دي ضرفة الكوبايات وبس كده يا بنات. ده كان المطبخ بتاع الصغنون. وفي ضرفة كمان انا صح مصورتهاش معاكم اللي هي صفاية، ده كان وقت الغدا وبألف هنا علينا. واطمنت على الأوضة ان هي نضيفة وشلت الأطباق، ويلا بينا يا أحلى بنات على ايه، على العكة بتاعتنا، على المطبخ على طول، جري في جري. بس أول حاجة كده نجيب قرآن علشان نقعد نسمعه واحنا واقفين بنشتغل. حلو بنقعد نسمعه واحنا واقفين بنشتغل دي مش مشكلة، يلا ركزوا بس معايا كده عشان انا بفصل شويه. طيب تمام، انا كده طبعا الفراخ انا كنت غسلاها بالجنزبيل اول ما جيت وقبل ما اقعد ما اتغدى. سبت ابو ملك شويه كده، استاذنت منه قلت يا ابو ملك بعد اذنك انا داخله اغسل الفرخ الاول. قال لها تغسليها وتاخدي وقت انا جعان. قلت له معلش يا ابو ملك مش تاخد مني ايه شويه 10 دقايق. دخلت غسلتهم بالميه الجاريه وبعدين جبت طبق ونقعت فيه كده جنزبيل وطماطم والملح والدقيق، وبعد كده ركنتهم غرفت الاكل، وبعد كده ايه رحنا قعدنا اتغدينا. بعد كده دخلت المطبخ شلت الفراخ على جنب بمحلول، غسلت المواعين اول حاجه وظبطت الدنيا على الرخامه وفي الايه يا جماعه في البوتاجاز، واطمنت كده على المطبخ بتاعي. ويلا بينا بقى هنبتدي في عركه الايه، عركه الفراخ. لازم تفضي الحوض تماما. انا دلوقتي هشيل معاكم الببرونه وهشيل معاكم الايه صفايه المعالق والسكاكين وهكذا. ليه؟ لان ما ينفعش نخلي اي حاجه على الحوض. الحوض دلوقتي ملك للفراخ، لان يا جماعه الفراخ بتطلع منها ميكروبات وبكتيريا، فاحنا مش ناقصين بقى عدوات، كفايه العدوات بتاعه الجو والاوبئه اللي احنا فيها. تمام يا بنات. وفي الاخر كده خالص ادي دي صينيه الفراخ. تمام، برضو صينيه البطاطس والحله الرز كل ده هيتغسل بالليل قبل ما اخرج، ما سبتهمش برضو. مني سبتهم معاكم عشان كان لسه ساعتها في رز وفي بطاطس. بس انا الصراحه كده كنت ما اكلتش كويس في الغدا، كانت نفسي مسدوده، مش عارفه ايه اللي كان سادد نفسي ساعتها الصراحه. رحت قلت يا بنتي يا افنان يلا قبل ما تنزلي كده تخرجي علشان تبقي في صحتك كده، لانها طول ما انا مش واكله انا الصراحه قاعده هفتانه خالص. جبت كده بعد ما اطمنت ان انا شلت كل حاجه من على الحوض ده كيس بتاع الفراخ. تمام، مسكت غسلت كويس برضو الفراخ كويس قوي. شايفين بقى مثلا اي ميه طرطش انا كده شغاله بضمير، لو مش حاسه ان في حاجه ممكن تتوسخ مني. تمام، لان في الاخر هجيب كده زي ما انتوا هتشوفوا، مش عايزه احرق لكم الفيديو. ولا اقول لكم ايه، تعالى احرق لكم بقى الفيديو علشان اسيبكم كده في الفيديو مع نغمه كده حلوه تروق عليكم. بعد ما غسلت الفراخ تمام، اديني هامله تاني ميه فيها، والطبق اللي في الحوض نفسه ده فيه الكبد والقوانص والرجلين اللي انا بقول لكم انا بطلعها لله. بحط برضو فيها جنزبيل وتاني وتالت وليمون والملح، وبرضو الفراخ هحط برضو فيها نفس الموضوع. في الاخر خالص هكيسهم وادخلهم في التلاجة. ده كان الملح اللي انا بحطه. بكيسهم بكل كيس بحط فيه منابين على قد الغدوية بتاعتي. تمام يا بنات. بعدين بقى بكيسهم واحطهم في الفريزر. بعد كده اجي اغسل ايه بقى، هغسل البولات اللي انا كنت بغسل فيها كويس اوي مره واتنين وتلاته، كل شويه بفضي واحط تاني بريل وقعد اغسل زي ما انتوا هتشوفوا. وبعدين هعمل ايه، همسك اغسل الحوض بقى كويس اوي بسلك خارجيه، سلك استخدام مره واحده فقط وفي الاخر هتترمي. بلاش بقى تستخدمي سبونشه، لان ممكن ان السبونشه بتاعتك يعني هتركن فيها اي عدوى اي الكلام ده كله. تمام، هي سلكة بتتجاب كده ب2 كيلو او كيلو على حسب الميزانية بتاعتك، وتاخدي منها حتة صغنونة وتبدأي ايه تغسلي. كان البوتاجاز عندي كان مش نظيف، قلت يا افنان خديه من مرة قبل ما الفراخ تتنقل لتاني مرة او تالت مرة مش فاكرة.
بس بعد كده جبت بقى كده في الاخر خالص كوباية كلور كاملة، تمام، وحطيت عليها معطر، وبدأت رششت بيها الحوض بعد ما غسلته ودعكته بالسلك اللي انا بقول لكم عليها، ورششت الحيطان اللي حوالين الحوض، ومسحت الأرضية، وقفلت شقتي ولبست وجهزت، ونزلت بقى رحت عند الجماعة هم أهلي يعني. وبس كده يا بنات، يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى بالدعم في القناة، لايك والاشتراك الجميل منكم، وأهلا بكم كمان مرة وثالث مرة ورابع مرة في أفنان في البيت. وبس كده، مع السلامة يا أحلى بنات.